السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله اليوم يوم سعادة وهنا وهداة بال علينا وعليكم الجميع، والله يفرجها علينا وعليكم وعلى كل مكروب يا رب العالمين. وإن شاء الله النصر القريب يا رب العالمين لكل بلاد العرب والمسلمين بإذن الله تعالى. اليوم الفيديو معنا إن شاء الله في وصفتين رح يعجبوكم. بتمنى إنكم تتابعوا الفيديو معنا للنهاية، وفضلا وليس أمرا تحطوا لنا لايك شير تعليق حلو زيكم. وأهلا وسهلا بجميع المتابعين الجداد اللي عنا هون الوصفات الثنتين. عنا وصفة اللي هي صينية الدجاج بالبطاطا بالليمون والثومة، وعنا قوارب البرغل باللبن والخيار. ويعني هاي وصفة كتير زاكية، ثنتين وصفات أذكى من بعض، عملت لكم إياهم عشان تعملوهم مع بعض، وإن شاء الله إنه يعجبكم الفيديو وتابعوا معنا للنهاية. بدنا نعمل مع بعض إن شاء الله تعالى صينية دجاج بالبطاطا، طبعا بطاطا ودجاج مع بعض بالثوم والحامض، من أذكى الصواني. يعني عن جد تخيلوا طعمة الحامض والثومة مع الدجاج ومع البطاطا شو بتكون. طبعا عاملها معكم كثير قبل هيك، بس حابب انه بتعرفوا الواحد كل فترة والثانية حابب يغير ويجدد من اللي عمله بالاول، مشتركين جداد وفي منهم صبايا جداد لسه بحبوا يتعلموا الطبخ، فبنحب نكرر الطبخات عشان اللي بحب يتعلمهم، واللي بحب انتم ما شاء الله كلكم معلمات وكلكم ما شاء الله عنكم بتعلموا، بس اللي بحب انه يعرف طبخات جديدة او افكار. مثلا انا ممكن تكون رايحة عن بالي هاي الفكرة، لما اسمعها راح تيجي ببالي صحيح هاي الطبخة زمان إلي مش طابخها، خليني أعملها. فخلينا نبلش مع بعض. عندي هون مشرح شرحات بصل، وبراحتكم بتحبوا تكثروا بتحبوا تقللوا، كل واحد زي ما بحب، لأنه في ناس بتحب البصل كثير بالأكل، في ناس بتحبش البصل بالأكل. بصل مشرحين معها كمان سنين ثومة. عندنا هون بطاطا مشرحة، وزي ما بدكم بشرحوها رفيع خفيف، بتكثروا بتقللوا، هذا ذوق شخصي. وعندي الدجاج منظف ومقطع وجاهز، وبتحبوا شو ما بدكم تحطوا، يعني فخاد سفاين اللي بدكم اياه. طبعا بهارات فلفل اسود كاري وسبع بهارات، بنحط كمان مكعب ماجي، بنحط سيزون والملح اكيد وزيت الذرة بنحطهم عليهم. هسا كله بدنا نحطه على بعض. بسم الله. اول اشي حطينا البصل والثوم، بدنا نحط عليهم البطاطا. بدي اتبلهم قبل ما احط اللهم صل على سيدنا محمد الدجاج. طبعا الليمون والثومة هذول آخر إشي في الخطوة النهائية بنحطهم، عشان هيك بس حبيت أورجيكم إياهم، بس بنحطهم في الخطوة النهائية. بطاطا بسم الله، فلفل أسود أنا شكلي كثرت. وهون بدنا نحط اللي هو الكاري، بدنا نحط سبع بهارات والملح. بس هاي المعلقة بدناش نكثر هسه، هاي هنحطهم في البداية، بدنا نخلطهم مع بعض. بسم الله، عشان البطاطا والبصل ياخدوا البهارات قبل ما نحط الدجاج. المفروض انه الدجاج انا تبلته من اول، بس دايما سبحان الله، يعني انا احكي لكم الصراحة ما كنتش عارفة شو بدي اطبخ. هاي طبعا هاي لازم المفروض هناك حطيتها، بس يلا مش مشكلة. خلينا نحط الماجي هناك، نسيته باين معنا هون ولا لا، مش مشكلة الصراحة، هيك بدنا نحطه مع بعض. نرجع نحط الملح. بسم الله. بنحس انه هناك ما ملحتش كثير، طبعا تقديري، كل شيء تقديري، انا مش راح احكي لكم معلقة او معلقتين فكل واحد تقديري. هسه صار كل هاي الطبقات بدها تمسيح، لانه ايدي عليها بهارات، بديش احط فلفل اسود لاني كثرت هناك. بحط سيزون، كل مرة بيسألوني عن السيزون من وين. انا بالطبيعة بجيبه من الضفة صراحة يعني، بس في بستوكة، وفي كمان محل اسمه صحصح عندهم سيزون، موجود عندهم السيزون، ويعني مش اغلى من سعر الضفة، يمكن تقريبا 6 دنانير، 6 ونص، يمكن 6 دنانير ونص سعرهم.
هيك التتبيلة عليها. بعدين بدنا نجيبهم هون بس عشان افتح الماجي. نعملهم هيك، نظبطهم ونحط الدجاج فوقهم. يعني انا مش عارف، انا حطيت زيت الذرة بس على الاغلب ما كنت بصور. حطيت زيت الذرة عليها وهسه بدي احط عليها مي. المي بنحاول نحطها على الاطراف عشان ما نضيع البهارات عن الدجاج، وبدناش نكثر مي كثير بس تغمر البطاطا. هيك هسه بنحط عليها قصدير وبنحطها بالفرن وبنخليها تاخذ راحتها. يعني بدها ساعة، ساعة وشوي على راحتها. أول إشي ولعوها على نار عالية وبعدين وطوا تحتيها وخليها تتهدى على راحتها. أي طبخة بدكم إياها تطلع زاكية وبشهية خليها على راحتها بالفرن، لأنه الإشي اللي على الهدى بطلع أزكى من الإشي اللي ناره سريعة. فإن شاء الله تعالى هسه بس بنحطهم بالفرن بإذن الله تعالى. بس أقصدرها بالأول بحطها بالفرن بعدين بنطلعها وبنكمل مع بعض. هيك بعد ساعة كاملة طلعتها من الفرن، أو تقريبا ساعة وعشر دقايق خلينا نحكي. كانت في البداية على نار حامية، بعدين وطيت تحتيها على نار هادية وخليتها تاخد راحتها. هون ما شاء الله لما طلعت الريحة إشي بشهي. طبعا هاي الثومة أنا دكيت الثومة دك خشن مش دك ناعم، دكيتها بس اللي تتكسر وما تكون ناعمة على الأخير. وحطيت عليها عصرة الليمونة، شفتوها الليمونة اللي كانت موجودة ما شاء الله، طلعت حبة مليانة يعني ليمون. شوفوا ما شاء الله كمية الليمون ممتازة. وبديرها هيك على الدجاج وحوالين الدجاج، فبتعطي نكهة وطعم. يعني عشاق الثوم والليمون بيعرفوا شو بحكي أنا. طعمتها عن جد إشي بشهي ما شاء الله ما شاء الله. وصحتين وعافية على قلوبنا وقلوبكم. هسه هيك بس بهزها يعني يمين شمال عشان الليمون يتحرك فيها، وبعدين عشان كمان احطها بالفرن. هون بدي اشوف البطاطا مستوية واشوف الطعم كيف. يعني كانت ما شاء الله الحموضة على طعمة. اصلا هو يعني البهارات مع الدجاج والبطاطا بعطوا طعم وبعطوا نكهة وحموضة، فكانت اشي ما شاء الله. يعني الطبخة بتتقدم لملوك. هيك طلعت صينية الدجاج تاعتنا ما شاء الله. لو تشوفوا الريحة يعني لو تشموا مش تشوفوا، لو تشموا الريحة إشي ما شاء الله بشهي. بشهي بمعنى كلمة بشهي. هسا طبعا إحنا اليوم راح تكون سفرتنا عبارة عن خلينا نحكي قوارب اللبن بالبلغل، دجاج، صينية دجاج بالبطاطا مع الثومة والليمون. طبعا الطعم إشي خرافي أكيد. بدي أورجيكم، شوفوا ما شاء الله. طلع البطاطا مع شوية مرقة، كمان ناخد شوي من الدجاج عشان تحتيها فاضي بتنزل. ما شاء الله شايفين الدجاج دايب. وبدها لقمة خبز طبعا سخن نار. نحكي بسم الله. اللهم اجرنا من نار جهنم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل. طعم الثومة على طعم الليمون على طعم الدجاج والبطاطا والبهارات إشي بشهي. جربوها واعطوني رأيكم. إن شاء الله اليوم وصفاتنا تعجبكم. بدنا نعمل مع بعض إن شاء الله قوارب اللبن مع البرغل. بس هاي أنا عملتها معكم من تقريبا السنة. كثير زاكية وفي ناس كثير جربوها، فإن شاء الله بدنا نرد نعملها مرة ثانية. وصفة سهلة وسريعة وزاكية كثير كثير، بتنفع في المناسبات وفي الجمعات في الرحلات. بدي أحط بسم الله تقريبا 4 معالق برغل ناعم. شايفين ماشي نكثر، أنا بدي أعمل كمية بسيطة ما بدي أكثر. طبعا اللي أكلوها عندي حبوها كثير، اللي جربوها وعملوها بعد فترة حكولي إنه إحنا جربناها
كمان برضو كثير كيفوا عليها ما شاء الله، طعمتها بتجنن يعني اشي روعة. البرغل يعني المفروض ينغسل، بس انا بديش اغسله لانه بدي احط عليه اللبن، ما بدي يكون مبلول، بدي يكون بس اللبن يشربوا اللبن. طبعا هسا اجمالا البرغل كله نظيف. بتتفرج شوفوا اذا في اشي، اذا هذا يعني انا ما في اشي، شوفوا هاي زي هيك مثلا حبة لونها على بني. طبعا اعذروني الضوء مش عارف اليوم الانارة مش بزيادة. هسا حطينا 4 معالق برغل، بدنا نحط عليهم بسم الله 1 2 3 4 وهي شوية كمان تقريبا 5 معالق لبن. بسم الله ونحركهم مع بعض. يعني كثير زاكية عن جد، جربوها وجربوها لما بكون عندكم جمعات، بكون بدكم تعملوا مثلا زي بوفيه مفتوح، او انه يكون عندكم شغله بدكم تحطوا فيها اكثر من يعني للتشكيلات بمعنى اخر، انها كثير زاكية. شوفوا هي هيك ما شاء الله. هسا انا حاطط هذا اللبن بس راح ترجع تحتاج لبن. شوفوا هسا احنا بدنا نغطيها ونحطها بالثلاجة 2-3 المدة اللي بدنا نخليها مغطية. لما نيجي يعني بدنا نبلش الطبخة، لما نيجي بدنا نبلش بالشغل فيها بنطولها. كل ما طولت كل ما كانت أحسن وشربت اللبن أكثر. هون بنرجع لكم بعد ما جهزناها، صار لها تقريبا 2 ساعة. طبعا أنا ضفت عليها لبن، شفتها إنها نشفت بسرعة فضفت لها شوية لبن، يعني تقريبا 2 معلقة لبن. يعني شوفوا ما شاء الله كيف شكلها. بدنا نحط عليها هسه ملح. بسم الله. طبعا الملح بده يكون لكل الكمية. هسا احنا بدنا نحركها ونشوف كيف نلوحتها. لوحتها تمام. بس انا بدي اغيرها، بدي احطها في جاط اكبر عشان الجاط هذا صغير عليها، لانه لما نضيف باقي المكونات راح يكون كثير صغير عليها. فليفلة خضرة بس بنفرمها ناعم، خيار بنفرمه ناعم، نعناع وبقدونس كله بنفرمه ناعم زي التبولة، يعني نفس ما بدنا نفرم التبولة. أنا هون راح أضيف كمان معلقة لبن. يعني أتوقع لما أضيف المكونات راح تشد، فخلينا نعملها هيك. يعني شوفوا سهلة فوق ما تتصوروا. انكوا هالبرغل مع اللبن وهاي هي كل القصة. هسا بنضيف كل شي عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. واللي عملوها معي المرة اللي فاتت يحكوا، واللي أكلوها عندي كمان يحكوا لي رأيهم فيها كيف كان طعمها. هسه هيك بنحركها في بعضها. طعمها يعني هي أصلا يعني تقريبا زي التبولة. يعني التبولة هاي مكوناتها برغل، خيار، خس، فليفلة، فكثير يعني أنا بحكي لكم إنه طعمتها ونكهتها زاكية، وحتى طعمها كمان زي طعم الخيار بلبن. شايفين الروائح طلعت كلها. نسيت احكي لكم انه بدنا كمان بندورة شيري، وهاي اختياري، بتحبوا تحطوها ما بتحبوا تحطوها براحتكم. هسا بدنا نجيب الخس
هاي نفك شوية، نعمل هيك وبنعبي ورقة. بدها شوية دقة علشان نثبتهم جنب بعض ونعملهم على شكل وردة. كنا حطينا بنثبت على اساس انه يصير شكلهم احلى. هيك بتكون كيكتنا قوارب البرغل مع اللبن والخيار والفليفلة، او خلينا نحكي قوارب البرغل بالتبولة. كثير كثير زاكية، خلصت جهزت ما شاء الله. تقدروا تعملوها تحطوها بالثلاجة قبل ما يخلص طبيخكم. فأنا هسه هيك بالنسبة إلي جاهزة، بحطها بالثلاجة، وأنت ما بدي أطولها للأكل تكون أمورها تمام. فأعطوني رأيكم، بتمنى إن تجربوها وتحكوا لي رأيكم. تابعوا معنا. بتمنى اللي وصل معنا لهون يحط لنا لايك فضلا وليس أمرا. إن شاء الله فيديو اليوم يعجبكم، إن شاء الله الوصفات اللي عملناها اليوم إنها تكون نالت رضاكم وأخذتم منها أفكار. وشكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.